مرحبا بكم مشاهدينا الكرام في هذه الحلقة من برنامج المحاور. عقد الكرد في روجافاي كردستان كونفرنس وحدة الصف والموقف الكردي. بعد عقد هذا الكونفرنس تتالت ردود الأفعال بين مؤيد وسعيد بعقد هذا المؤتمر وتوحيد الصف والموقف الكردي، وبين من يعارض هذه الوثيقة التي خرجت من المؤتمر وبين عقد هذا المؤتمر. ترى ما هو أهمية هذا الكونفرنس ومخرجاته بالنسبة للكردي في روجافا وفي الأجزاء الأخرى، وبالنسبة لسوريا والملف السوري والمكونات السورية، وكيف يساهم هذا الكونفرنس في تشكيل العلاقة بين الكردي والمكونات السورية الأخرى؟ هل تتناقض تصريحات دمشق مع الدعوات السابقة للحوار مع الكرد إثر بيان حكومة دمشق بشأن الكونفرنس المنعقد في روجافا؟ ما مستقبل العلاقات بين الكرد والحكومة الانتقالية بعد بيان حكومة دمشق ضد الكونفرنس ومخرجاته؟ ما الدافع إلى وراء تصعيد دولة بهشلي ضد الكونفرنس ومخرجاته؟ وإلى أي مدى يعكس بيان بهشلي موقف الرسمي للدولة التركية، أم موقف بهشلي هو مزايدة قومية داخلية لا أكثر؟ كيف يؤثر هذا الموقف التركي على المساعي الكردية للحوار مع دمشق؟ هل توجد رسائل ضمنية في بيان بهشلي موجهة للولايات المتحدة الأمريكية وللقوى التي تساند الكرد في سوريا؟ مشاهدينا الكرام، سنناقش هذه النقاط وغيرها في حلقتنا لهذا اليوم مع ضيف الحلقة الرئيس المشترك لمكتب العلاقات في حزب الاتحاد الديمقراطي السيد سيهانوك ديبو. سيد سيهانوك، مرحبا بك. أهلا وسهلا، مساء الخير. شكرا لك سيد سيهانوك. يعني في البداية قبل أن نتطرق إلى المواقف التي تتالت بعد انعقاد هذا الكونفرنس، لنأتي إلى أهمية هذا الكونفرنس والوثيقة التي خرج بها الكونفرنس وتأثيرها على الكردي في روجافا وعلى الأجزاء الأخرى والمكونات السورية والملف السوري. في البداية دعني أن أبارك الأول من أيار على جميع الفئات الكادحة يوم العالمي للعمال على شعبنا، ونتمنى أن يكون العيد القادم الأول من أيار مايو القادم يتحقق فيه جميع الأهداف التي نصبو من أجلها ونهدف من أجل تحقيقها. أود أيضا أن ألفت إلى مسألة تعديل جرى في الفترة الأخيرة، تعديل لمهامي من رئيس مشترك لمكتب العلاقات في حزب الاتحاد الديمقراطي إلى ممثل الإدارة الذاتية في بلدان الخليج العربي، من كي يتم الصفاء الآن هو ممثل الإدارة الذاتية. نعم. في بلدان الخليج إلى بلدان الخليج العربي، ممثل الإدارة الذاتية إلى بلدان الخليج العربي. في الحقيقة ما تفضلتم به عقد كونفرنس الكرد في هذا الوقت تحديدا أكيد له الكثير من المسائل المعينة التي كما أردفتم قبل قليل بأنه كانت ردود أفعال كبيرة حقيقة حيال هذا الكونفرنس أو المؤتمر الذي حمل شقين متكاملين. ركز الكرد في الضفة الأولى على الموقف من القضية الوطنية السورية، كيف نرى سوريا القادمة، كيف يتحقق التغيير، ما هي الأشكال السياسية التي تضمن حالة الانتقال إلى سوريا آمنة، ما هي الوسائل والضمانات والأهداف والاستراتيجيات التي يجب أن تتبع للقطع على أي طريق يراد إعادة إنتاج نظام استبداد آخر يحل محل نظام استبدادي مركزي جثمة على صدر شعب سوريا أكثر من
نصف قرن. هذه من ناحية. من ناحية أخرى البنود التي تتألف من 11 بندا فيما يتعلق بحقوق الكرد. الكرد في سوريا كحقيقة سياسية تاريخية جغرافية، كمكون أصيل من مكونات شعب سوريا. شعب سوريا الذي يتألف من شعوب ومكونات وقوميات وثقافات وإثنيات ومذاهب وطوائف وأديان ومعتقدات. كيف يمكن لهذا التنوع أن يحدث قفزة نوعية كما في العديد من بلدان العالم، وكيف ممكن أن يتم بمثابة تحجيم سوريا إلى أكثر من مسألة. إذن كانت المواقف حقيقة المواقف الداعمة المواقف الداعمة المعلنة. هناك نوعين من المواقف. هناك مواقف دولية أعلنت دعمها لهذا الكونفرنس، عقد هذا الكونفرنس وما جاء فيه. التحالف الدولي، فرنسا، الولايات المتحدة الأمريكية هي أعلنت بشكل رسمي. أحزاب وقوى وحركات وشخصيات سورية أيضا أعلنت بشكل رسمي. على سبيل المثال حزب الإرادة الشعبية رغم بعض الانتقادات ساند هذا المؤتمر أو كان مؤيدا. هم قيموا هذا الكونفرنس على أنه خطوة إيجابية نحو تحقيق التغيير الديمقراطي وفق بيانات رسمية صدرت عن لجانهم المركزية وعن حال لسانهم بشكل رسمي. حزب الإرادة الشعبية، تيار اليسار الثوري، حركة البناء السوري الذي يعني كان له موقف متميز حقيقة. أيضا هيئة التنسيق الوطنية، حركة التغيير الديمقراطي اليوم هي فقط اقتصر اسمها على تيار التغيير الديمقراطي الذي كان يسبقه هيئة التنسيق الوطنية. مجموعة من الشخصيات ومن الكتاب ومن حتى من بعض البلدان الإقليمية حقيقة تم نوع من التواصل وتم التبريك وتقديم المباركة لهذا. أما موقف حقيقة موقف متسرع جاء على تقييم أو رسالة أو بيان من الرئاسة الانتقالية لسوريا، حقيقة جانبت ما صدر عن المؤتمر. السيد سيهانوك، يعني قبل أن نأتي إلى مضمون هذا البيان الذي صدر من الحكومة الانتقالية في دمشق، يعني الحكومة الانتقالية أيضا الدولة التركية اتهمت الكونفرنس بتهيئة الأرضية للانفصال أو بفتح المجال للانفصال أو تشكيل كيان انفصالي في سوريا. إلى أي مدى يمكن أن يكون هذا الكونفرنس يهيئ الأرضية أو يطالب بالانفصال من عن الأراضي السورية؟ يعني كان الكونفرنس بحسب الوثيقة التي صدرت عنه ذو شقين كما ذكرت في البداية، الشق الوطني وأيضا الشق الكردي. نود توضيح هذه النقطة سيد سيهانوك. الشق الكردي على أساس أنه قضية وطنية بامتياز، لا أحد يستطيع أن ينكر، وجرت يعني في وثائق المعارضة ومؤتمراتها واجتماعاتها، مؤتمرات حدثت وانعقدت في مصر، جمهورية مصر العربية، مذكرات تفاهم حدثت بين مجلس سوريا الديمقراطية وجبهة التغيير والتحرير في روسيا ب30 آب 2020. في البند الثالث يتم التركيز على أن القضية الكردية قضية وطنية بامتياز يجب حلها وفق العهود والمواثيق الدولية ضمن الإطار الوطني السوري العام. نعم، هذه النقطة نود توضيحها سيد سيهانوك، وفق العهود والمواثيق الدولية. يعني ربما من يعارض مسألة حقوق الشعب الكردي كقضية شعب يعيش على أرض تاريخية، حل القضية الكردية وفق العهود والمواثيق الدولية بشكل ربما هو هاجسا لديه. توضيح هذه النقطة لنا ولهم وللسادة المشاهدين سيد سيهانوك. من يوقع على الشرعتين الأولى والثانية لحقوق الإنسان وبياني جنيف وبيان وميثاق روما، ويعني
أركز أيضا يعني على مسألة حقوق الإنسان، الشرعة الدولية لحقوق الإنسان. يعني توجد شرعتان يعني تم تصديرهما بعد أن تم تأسيس هيئة الأمم المتحدة، تتألف من عديد من المواد. أحد المواد الأساسية لهذه الشرعة الدولية حقوق الشعوب في تقرير مصيرها. يعني نحن نتحدث يعني والجميع يعلم بأن سوريا كبلد وكدولة لها شخصيتها الاعتبارية، وتعتبر وتعد إحدى الدول التي يعني أسست هيئة الأمم المتحدة في العام 1946. يعني هي من أهم الدول التي وقعت على هذه الشرعة. فإذا يعني اليوم عد هذه القضية الكردية قضية وطنية سورية وفق العهود والمواثيق الدولية. هذه المسألة لا تتناقض مع وحدة البلاد ومع سلامة ترابها. هذه من ناحية. من ناحية أخرى الذي ناقض بنود الأمم المتحدة وناقض أيضا الشرعتين الدوليتين لحقوق الإنسان الأولى والثانية وما يتعلق بعدة مواثيق حقوق الإنسان حقيقة التبادلات التي حدثت في سوريا من إبانة يعني إبانة حكومة الانفصال في العام 1961 وتسلط حزب البعث في العام 1963 وصولا إلى 2011 وصولا إلى ما بعد انهيار أو سقوط أو إسقاط نظام الاستبداد المركزي البعثي في 8 ديسمبر كانون الأول العام المنصرم. حتى هذه اللحظة جرت 3 محطات معلنة من قبل الإدارة الانتقالية المتمثلة بين هلالين المؤتمر الوطني العام، الهلال الثاني أو النقطة الثانية الإعلان الدستوري، النقطة الثالثة الحكومة الموسعة. هذه الثلاثية هذه الترويكا حقيقة يعني كانت ترويكا يعني جعلت سوريا في وضع نحن اليوم الترجمة الفعلية لمثل هذه المقاربة ندفع أثمانا باهظة اليوم. لو كانت هناك خطوات عاينت الوضع السوري، عاينت مسألة التعدد السوري، وكانت هذه الخطوات الحوار الوطني كان ممثلا لجميع بنات وأبناء الشعب السوري من مختلف تكويناتهم، لو كان هناك الإعلان الدستوري الذي ناقض نفسه بنفسه من خلال أولا المسمى. لم تكن سوريا في يوم من الأيام منذ تأسيس سوريا الحديثة في العام 1918 إلى العام 1920 إبانة كان اسمها المملكة السورية، ومن ثم وقت انتداب الفرنسي في العام 1920 إلى العام 1946 تأسيس سوريا الحديثة الذي انتهى كما حال الجغرافيا الحالية التي لم تكن يوما من الأيام وفق يعني سوريا التي لها مسمى أكثر من يعني 5000 عام كسوريا مسمى، ولكن هذه الجغرافيا الحالية لم يمضي عليها سوى من العام 1937 إزاء ترسيم الحدود بينها وبين تركيا وتنازل أو لنقل اقتطاع بشكل رسمي أو قانوني تحايل على الحكومة السورية وقت انتداب الفرنسي واستقطاع لواء اسكندرون من ذلك. في العام 1937 منذ ذلك الوقت حتى هذه اللحظة لم نسمع، كانت سوريا فقط اسمها الجمهورية السورية أو دولة سوريا أو سوريا فقط. يعني ما حدث أن حكومة الانفصال التي يعني انفصلت عن مصر شكلت أضافت يعني العربية مسمى العربية إلى سوريا. وفي العام 1950 حقيقة في نظر الكثير من السوريين بأن هذا الدستور يعد بمثابة يعني نقطة انعطاف، حقيقة هي نقطة انعطاف ولكن نقطة انعطاف نحو الأسوأ. كانت الجمهورية العربية المتحدة وانفصلت يعني الدستور عام 1950 تم طرح بعض المواد فيها، يعني تم تصدير هذه المواد إلى جميع البلدان العربية، من ضمنها يعني إجبار أو إحكام أو مشروطية أن يكون دين رئيس الدولة هو الإسلام.
يعني حقيقة هذه المسألة لا تعاين ولا تراعي طبيعة الشعب السوري. نحن نعتز بإسلامنا، الكرد في مجملهم هم مسلمون ونحن نعتز بهذه المسألة، ولكن يجب أن لا يكون هذه النقطة يعني من المشروطيات بالنسبة لسوريا. هذه المسألة تشكل الكثير من الإشكاليات. في النقطة المطروحة من قبل الإعلان الدستوري، يعني في الحقيقة العام 1970 تم طي 11 مادة، كانت 177 مادة وتحولت إلى 166 مادة، تم 11 طي 11 نقطة أو مادة قانونية أو بند قانوني فيها بعض المسائل التي تتعلق بحكم الأطراف أيضا، أو برلمانات الأطراف أو البرلمانات المحلية، أو حتى بالنسبة للقضية الكردية بالنسبة لقضايا الأقليات كما يودون أن يسمونها. تم طي هذه المواد. يعني نحن حينما نتحدث عن الدستور عام 1950 قد يكون دستور يعني يحمل تطورا عن بعض الدساتير الأخرى، ولكن يجب أن يتم إظهاره بكليته وليس فقط تجزئه. هذه بعض النقاط الأساسية. العالم يعني تتطور ونحن نعود إلى يعني ثم يعني توجد بعض الإشكاليات. يعني الدستور عام 1950 لم يوقع على الشرعتين الدولية لحقوق الإنسان، لأن الشرعتين يعني كانتا يعني تم تصديرها بعد العام 1950. أعتقد في العام 1956 و59 جرت إعلان مثل هاتين الشرعتين. يعني في الكثير أو توجد الكثير من المواد لا يمكن وفق الوضع الحالي بالنسبة للوضع القانوني، بالنسبة للوضع الدستوري، بالنسبة للوضع قضايا حقوق الإنسان، قضايا التنوع المجتمعي، قضايا المرأة، قضايا مسائل يعني تشكيل الهوية الوطنية، حيادية الدولة أمام قوميات سوريا وأديانها ومعتقداتها وثقافتها. هذه الأمور حقيقة اليوم يجب أن تكون مسائل أساسية. الإعلان الدستوري بدلا أن يتم تطوير هذه المسألة حقيقة تم يعني مرة أخرى التركيز على بعض السرديات والنمطيات التي يعني أخذت سوريا إلى جانب آخر، إلى جانب آخر أقله لا يعكس إرادة شعوب سوريا ومعتقداتها، خاصة فيما يتعلق ب حينما يتحول الفقه الدستوري أو الفقه الإسلامي إلى مادة أساسية أو إلى أساس للدستور، يعني مصدر أساسي، المصدر الأساسي للتشريع. يعني هذه مسألة تحمل الكثير من التباينات. يعني فلنأخذ بآراء الشعب السوري، إذا قبلوا هذه المادة فنحن أيضا سنقبل بها، ولكن على يقين وعلى تأكد بأن أغلبية شعب سوريا تشكل هذه المادة هاجسا بالنسبة له. نعم. وخاصة فيما يتعلق بالأحداث التي تجري اليوم منذ 6 من آذار وحتى اليوم من الساحل السوري وإلى الجنوب السوري وإلى أحياء من دمشق. هذه الأمور كلها حقيقة تؤكد مرة أخرى بأن الخطوات التي اتخذت في كونفرانس أو المؤتمر الكردي، توحيد الرأي الكردي والموقف الكردي لحل القضية الكردية في سوريا، حقيقة هي خطوات تحمل بعد وطني، وهي خطوات مهمة من أجل التحقيق السلام والاستقرار، عكس ما ورد وعكس ما يقال من بعض المتشككين. نعم. سيد سيهانوك، يعني بهذه النقطة سوف أطرح سؤالا آخر بخصوص هذه الوثيقة. يعني هذا الكونفرنس عقد لتوحيد الموقف والصف الكردي، هل تم فيه إعلان إن كانت الفيدرالية أو الإدارة الذاتية أو الحكم الذاتي؟ يعني هل كان هناك إعلان أم فقط وحدة للصف والرؤى الكردية للنقاش مع الأطراف السورية مع حكومة دمشق حول هذه المطالب؟ لماذا هذه ردود الأفعال من قبل حكومة دمشق وأيضا من قبل الدولة التركية حيال هذا الكونفرنس الذي وحد الكرد، لم يعلن عن الفيدرالية أو الإدارة الذاتية أو الحكم الذاتي؟ الكرد الخطأ الأكبر الذي كنا سنرتكبه لو لم نعلن موقفنا
بشكل واضح حياة سوريا المستقبل. من أجل ذلك ورد اسم سوريا الاتحادية، ورد في قسم. تعلمون بأن الوثيقة السياسية هي كل متكامل. إن كانت هناك مقدمة تتألف من سطر واحد من هذه الجملة حتى النقطة الأخيرة أو البند الأخير تشكل وحدة متكاملة. كلمة ترد في جملة معينة وفي مطرح معين يكملها كلمة أخرى. حينما تم التركيز على أن سوريا المستقبل يجب أن تكون سوريا لا مركزية حقيقة، ونحن ننتظر هذه المسودة في شكلها الأخير، لأن يعني المؤتمر فوض اللجنة التحضيرية ولجنة متابعة أعمال المؤتمر بأخذ الملاحظات التي وردت من قبل الأعضاء والمشاركين، وأن يتم تصدير وثيقة نهائية. الوثيقة التي عرضت كانت مسودة مقدمة من قبل اللجنة التحضيرية إلى أعضاء المؤتمر البالغ عددهم أكثر من 400 عضو. إذن هناك لجنة متابعة أعمال المؤتمر كلفت برصد ونقل ومناقشة هذه الآراء، ومن أجل كتابة وثيقة نهائية، وثيقة أساسية نهائية. فإذن الكثير من الآراء التي وردت في المؤتمر بأنهم يجب أن يكون هناك تحديد أكثر لشكل اللامركزية السياسية. هذا هو مطلب جميع الكرد. الجميع كانوا يتحججون في سابق الأمر بأن الكرد ليسوا على قلب رجل واحد كما يقال، مشتتين منقسمين علما على فكرة، يعني أكثر يعني أو أقل انقساما في الصفوف السورية هم الكرد. إذا قبلنا بأن الكرد كانوا متواجدين في ضفتين أو أكثر بقليل، نجد بأن يعني في مدن سوريا أو في لدى المكونات في يعني أكثر من يعني عشرات الفرق والآراء المتناقضة. يعني منذ البداية الأولى يعني الكرد كان تربطهم أو صدروا سويا في الهيئة الكردية العليا في 24 أو 22 تموز في العام 2012 الورقة السياسية للهيئة الكردية العليا، نقاط أساسية تم التوافق عليها. مرة أخرى منذ العام 2020 إثر المبادرة التي أطلقها الجنرال مظلوم عبده والتحالف الدولي من أجل أن يكون هناك حوار كردي. يعني رغم هذا الشيء لا نحن نقبل بهذه المسألة بأن الكرد كانوا منقسمين، واليوم الكرد توحدوا ضمن على ورقة واحدة. هذه الورقة تمثل جميع القوى وجميع الأحزاب وجميع الشخصيات وجميع من أبناء وبنات الشعب الكردي. هذه الورقة تمثل الجميع. نعم السيد سيانو، بخصوص هذه الورقة تم توحيد الصف الكردي والموقف الكردي حيال ملف روجافا والملف السوري أيضا. يعني كيف سيكون مستقبل روجافا وكيف سيكون مستقبل سوريا وكيف سيشارك الكرد في الإدارة السورية في المستقبل. يعني بمجرد الانتهاء من هذا الكونفرنس وإصدار هذه الوثيقة وتداول وسائل الإعلام لهذه الوثيقة، كان هناك موقفين متشابهين ضد هذا الكونفرنس. يعني تحدثنا المواقف المؤيدة لهذا الكونفرنس، والذي حضر أطراف منهم كالولايات المتحدة الأمريكية وأيضا كفرنسا، كانوا ممثلين منهم ضمن هذا الكونفرنس، حضروا أيضا هذا الكونفرنس. ولكن المواقف المتناقضة أو المواقف المعارضة لهذا الكونفرنس صدر من حكومة دمشق وأيضا من الطرف القومي التركي دولة باهشلي ضد هذا الكونفرنس. يعني ذكرت لك في البداية بأن هذه ورقة هي وحدة الصف، لم يتم الإعلان فيها عن شيء، لم يتم إعلان عن استقلال المنطقة أو إدارة المنطقة بالشكل الذي تم الاتفاق. هي ورقة اتفاق توحيد المطالب سيتم نقاشها مع حكومة دمشق في المستقبل. حكومة دمشق سبقت الأوان
وخرجت ببيان ضد هذا الكونفراس قبل أن يتم النقاش مع الأطراف. وأيضا دولة بهشلي أيضا خرج ببيان. يعني هل تربط هذين البيانين أو هذين البيانين أي علاقة أو أي شيء مشترك بين هذين البيانين من قبل حكومة دمشق ودولة التركية، الرسائل التي يحاول الطرفان إيصالها للكرد وللأطراف الأخرى؟ يعني أيضا أرجع مرة أخرى وأشدد على مسألة في غاية الأهمية. الوثيقة التي ستصدر من المفترض أن لا تتأخر أكثر من ذلك، هي وثيقة نقاط متفق عليها، ويعني لنقل بحكم المستفتى عليها من قبل بنات وأبناء الشعب الكردي في سوريا. كيف نحقق انتماءنا السوري، كرديتنا التي تضمن سوريتنا، وانتمائنا إلى السوري الذي يضمن حقوقنا الكردية وكرديتنا. عذرا المقاطعة سيد سيهانوك، يعني هذه الوثيقة المسودة التي تم نشرها وتم تداولها في وسائل الإعلام سيتم تعديلها من قبل اللجنة التحضيرية للمؤتمر، وهذه الوثيقة التي سوف تصدر في الأيام القادمة أو الساعات القادمة أو ربما الأسابيع القادمة ستكون فعليا بحكم التطبيق من قبل الأحزاب الأطراف الكردية. طبعا أكيد، يعني جميع من حضر هذا المؤتمر يلتزم به. هذه مسألة يعني نحن يعني صارت في الخلف تماما، لا يمكن حتى نقاشها. هذه مسألة مبتوت بها. هناك طرفان أساسيان، هناك أطراف أخرى خارج أطراف الوحدة الوطنية الكردية والمجلس الوطني الكردي، أحزاب أخرى خارج هذين الإطارين. هناك الراعي الأساسي راعي للمؤتمر، هناك أحزاب حضرت من أحزاب كردستانية حضرت ودعمت وباركت هذه المسألة. يعني نحن نتحدث عن وثيقة ستشكل الوفد الذي سيتشكل عقب تصدير هذه الورقة في فترة قريبة قادمة. هناك مسألتين أساسيتين تقنيتين. المسألة الأولى تشكيل وفد بالإضافة إلى إعطاء الصورة النهائية للوثيقة السياسية. تشكيل الوفد بعد بيان الشرع، يعني كيف سيكون؟ أرجع هذه المسألة. بالنسبة لي النقطة أخرى تقنية لابد من توضيحها. جرى اتفاق 10 من آذار بين الجنرال مظلوم عبده والسيد أحمد الشرع في 10 من آذار المنصرم الذي يتألف من 8 نقاط. أعتقد النقطة السادسة تتحدث عن الوضع الكردي، القضية الكردية، أو بالنسبة يعني هذه اللجنة التي ستتشكل عقب انعقاد الكونفرنس في 26 نيسان المنصرم قبل حوالي 5 أيام. هذه اللجنة لن تحل محل اللجان التي تشكلت عقب تصدير اتفاقية 10 آذار. هذه اللجنة ستكون مستقلة عن تلك اللجان. هذه اللجنة ستكون داعمة له وستتعين وظائفها في البند السادس الذي يتعلق بالقضية الكردية وحل القضية الكردية. يعني هذه المسائل يجب أن تكون واضحة ومعلومة جيدة. يعني نعم، يعني هي فرصة اللي يتم توضيحها وتذكيرها مرة أخرى. هذه النقطة الأخرى، هذه الوثيقة التي تم تصديرها أو التي سيتم تصديرها بعد أن تم تصديقها من قبل، رأينا أكثر من 400 يد تعلو موافقة على الاقتراح الذي جرى من الديوان بأن الوثيقة بشكلها الحالي، بأن اللجنة المكلفة بمتابعة أعمال المؤتمر أو الكونفرنس بعد أن يتم لها الحق والتفويض من قبل جميع أعضاء الكونفرنس أو المؤتمر بتعديل وتصديق هذه الوثيقة وتصديرها. نرجع إلى إذن نحن الكرد في سوريا بات لديهم ورقة وكتاب جاهز يتم عرضها للتفاوض. إذن لدينا رؤية ناضجة
لدينا رؤية أنضجتها التوافق الكردي. يتم عرض هذه المسائل ومشاركتها مع جميع الأطراف والأفرقاء السوريين. نعم. أعتقد لا يوجد بخصوص هذه النقطة، يعني عذرا للمقاطعة ربما قاطعتك، يعني ذكرت مسألة اتفاق 10 من آذار بين الشرع والجنرال مظلوم عبدي. يعني الشرع في بيانه يقول بأن ما تم الاتفاق عليه في الكونفرنس الكردي في مدينة قامشلو يعارض ما تم الاتفاق عليه في ذلك الاتفاق الذي ذكرناه في 10 من آذار بين قائد قوات سوريا الديمقراطية الجنرال مظلوم عبدي وبين الشرع. يعني هم يقولون بأن هذا الاتفاق والبنود التي وردت في هذه الوثيقة تخالف الاتفاق الذي وقع بينهم، يعني بهذه العقلية وبهذه الأطروحة التي أو هذه النقاشات. نعتقد هذه المقاربة يعني كانت هناك مقاربات أفضل من هكذا بكثير. يعني كان من الممكن للرئاسة الانتقالية أن يكون لها موقف أكثر إيجابية من الكونفرنس، على الأقل أن يتم أخذ الاتفاق والتوافق الكردي والوجود الكردستاني في قامشلو 26 نيسان بعين الاعتبار، وأن يتم تثمين هذا الموقف الوطني. البنود الوطنية التي وردت في الوثيقة السياسية حقيقة هي تشكل خارطة طريق حقيقية وفعلية. لو أخذ برأينا نعتقد بأننا يمكن أن نكون خلال مدة وجيزة أمام حلول تتسم بالثبات والتماسك، لكن ما صدر عن البيان الرئاسي للسلطة الانتقالية أو المرحلة الانتقالية في سوريا نعتقد بأنه بيان جانب الإنصاف، بيان ممكن القول بأنه بيان متسرع. كان يمكن أن تكون هناك مواقف أكثر، خاصة أننا صدرنا ورقة نعتقد بأنها ناضجة وجاهزة للنقاش. نحن يعني نبدي خلال هذه الورقة بأننا بتنا جاهزين يعني النقاط الثمانية المقرة في اتفاق 10 من آذار بين الجنرال مظلوم والسيد الشرع هي 8 نقاط تفاوضية، 8 نقاط معلنة للتفاوض. من أجل ذلك تم تشكيل العديد من اللجان، يعني اللجان المتعلقة بالتربية والتعليم، اللجان المتعلقة بالمقدرات الثروة الوطنية بالمعابر، اللجان حتى الأمنية، المسائل العسكرية، يعني العديد من اللجان يتم تشكيلها إثر هذه المسألة. النقطة السادسة المتعلقة بحقوق الكرد كمكون أصيل من مكونات شعب سوريا، كشعب أصيل من مكونات شعب سوريا. هذه المسألة يعني بات الميكانيزم النظري الوثيقة الفعلي اللجنة التي تتشكل جاهزة للأخذ والرد للتفاوض للحوار مع جميع الأفرقاء السوريين. هذه النقطة الأساسية. لنتذكر البند رقم 134 من العقد الاجتماعي للإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا المقرة في 12 كانون الأول ديسمبر 2023 عفوا، الذي تطرق إلى مسألة الكرد. لا العقد الاجتماعي انظر إلى المادة 134. المادة تقول بأنه هذا العقد يتم تعديله حين الوصول إلى دستور توافقي لسوريا. إذن لسنا يعني متمسكين بحرفية كل ما يعني يتم وروده أو إراده. نحن نصدر ورقة، نصدر القيمة السياسية لحقوق شعبنا، ومن ثم نتفاوض مع ونتحاور على ذلك مع الجميع من الأفرقاء السوريين، سواء في الإدارة المؤقتة أو خارج الإدارة المؤقتة، لأننا نمر بمرحلة مؤقتة. في المراحل المؤقتة لا توجد يعني
لنقل مواد نتمسك بها بحرفيتها. قد تكون هناك صيغ أكثر متانة وأكثر قوة، وخاصة أننا طرحنا في الوثيقة السياسية لحل القضية الكردية في سوريا مجموعة من البنود، وطرحنا فيها أيضا مسألة المواد فوق الدستورية أو المواد المحصنة. هذه الأمور كلها حقيقة يجب أن تؤخذ بعين الاعتبار، ولكن مرة أخرى نتأسف للموقف الانفعالي والموقف المتسرع الذي بدر من بعض الأطراف. هذه من ناحية. من ناحية أخرى، جرت العادة في تركيا الجارة تركيا، جرت العادة بأن أحيانا الحلف الحاكم الذي ينقسم بين حزب العدالة والتنمية أك بارتي والحركة القومية التركية مهبة، جرت العادة حينما يتعذر على أك بارتي، على حزب العدالة والتنمية، أن يبدي موقفا معينا، يتعذر عليه أن يبدي موقفه في مسألة، أي مسألة معينة، سواء في داخل تركيا أو في خارج تركيا. نجد بأن حزب مهبة، الحركة القومية التركية، تتنطع لإصدار الموقف، يعني شكل من أشكال تبادل الأدوار. جرت العادة يعني، وهذا الموقف قد يكون من ضمنه وقد يكون غير ذلك، ولكن نعتقد بأن ما بدر من الموقف الذي بدر من دولة بخشلي يعني هو موقف يؤكد ويعني يأتي في سياق مواقفه القديمة الحديثة من حيال ما يجري في شمال وشرق سوريا، في مناطق الإدارة الذاتية، الدور الكبير الذي قام به ويقوم به قوات سوريا الديمقراطية، شكل الإدارة الذاتية التي تشكل حلا قويما وفعالا لكل السوريين من كافة المناطق والأقاليم السورية. هذه المسألة يعني دائما تقابل بالردود والمواقف غير الإيجابية، إن لم نقل السلبية والرافضة، من قبل الحكومة التركية، إما من قبل حزب العدالة والتنمية أو شريكتها الحركة القومية التركية. وأيضا كما تفضلتم يعني قد يكون أيضا مسألة التباينات في الرأي، التباينات في الرأي بين الحلف القائم الذي هو في بعض النقاط الأساسية لا يبدو انسجاما متوافقا متناغما في جميع المواقف التي يتعرضون لها، سواء في الداخل التركي أو في خارج تركيا. إذن هذه النقطة فيما يتعلق بالموقف من دولة بخشلي حيال هذا الميثاق يمكن النظر إليه ضمن هذا السياق. نعم، يعني بخصوص هذه النقطة أيضا يعني مسألة يعني الأتراك ودولة بخشلي كانوا يعلمون بأن هذا الكونفرنس عقد بموافقة وبحضور من قبل الولايات المتحدة الأمريكية وفرنسا، يعني بمجرد حضور هاتين الدولتين لهذا الكونفرنس يعني أنهم يؤيدون ما يصدر من هذا الكونفرنس وموافقون عليه. تركيا ودولة بهشلي يعني يرفضون هذا الكونفرنس، يتهجمون عليه. هل يحاول دولة بهشلي إرسال رسالة إلى الولايات المتحدة وفرنسا من خلال هذا البيان سيد سيانوك؟ يمكن أن تكون لتركيا دائما يعني طلبات ومتطلبات من أجل الموافقة على أي قضية يتم التوافق عليها، سواء من قبل أمريكا أو سواء من قبل روسيا أو سواء من قبل الطرفين في أي موضوع من المواضيع المطروحة في الساحة. ليس فقط يعني الساحة السياسية نتحدث، ليس فقط فيما يتعلق بالقضية السورية أو الساحة السورية، جميع الملفات حينما يتم التوافق عليها يعني نجد بأن بعض الآراء التي تطرح تتناقض مثل هذا الاتفاق. فقد يكون أيضا هذه المسألة، وأظن الأغلب أنه سوف يكون كذلك، أنه لدي طلبات حتى
أوافق هذه المسألة. وتركيا دائما يعني تنظر إلى أي مسألة ولا أي ملف مسألة متعلقة بالكرد، يعني أي مسألة متعلقة بالكرد يعني الارتياب، يعني غير هذه المسألة الاعتيادية المعلومة والمعروفة. ولكن تركيا جرت العادة بتركيا بأنها ترى يعني لديها يعني لنقل عيون ومنظار مثبت، خلفيته أيديولوجية، خلفيته تستند إلى مطامع تركيا في المنطقة برمتها، علما يعني توجد هناك آراء أكثر تطورا، علما أيضا يعني قد تكون سقوط أو قد يكون سقوط منظومة نظامي البعث الأسد الأب والابن في نهاية العام الماضي قد يكون يعني صفحة جديدة ممكن أن يتم يعني البدء والتفاهم عليها، خاصة فيما يحدث في تركيا من تقارب وإطلاق حوارات سياسية بين القائد عبد الله أوجلان والحكومة التركية. نعم. يعني تعلمون ويعلم المشاهدين أيضا بأن قضايا ساحة الشرق الأوسط هي قضايا متواصلة ومتصلة لا يمكن فصلها عن بعضها البعض. عموما نرجع مرة أخرى ونقول ونؤكد بأن المواقف الإيجابية يعني من هذا الكونفرنس يستفيد ويتم تداعياته أو سيكون له تداعيات إيجابية على الجميع بما فيهم حتى تركيا. يعني بخصوص تداعيات هذا الكونفرنس، يعني قبل أن نتطرق إلى النقاط الأخرى، يعني تداعيات هذا الكونفرنس، أنت ذكرت بأن هذا الكونفرنس يشكل خارطة الطريق بالنسبة لسوريا، تم فيه تحديد الحقوق القومية للشعب الكردي في روجافا، وهل تنطبق هذه البنود أو ما اتفق عليه الكرد في الكونفرنس الذي عقد، هل ينطبق على المكونات والأطياف والأعراق الأخرى ضمن سوريا؟ بالتأكيد هذه المسألة تم التطرق إليها، قضايا المكونات. يعني قضايا المكونات نحن مثلما نرى بأنه بالموقف غير الأخلاقي قبل أي شيء حينما يأتي موقف من جهة معينة بأن هذه الحقوق مناسبة للكرد، نجد بأن هذه المسألة غير أخلاقية بالدرجة الأولى. يعني الكرد في سوريا، الكرد في روجافا قدموا نموذجا فاعلا وفعالا يصلح لحل الأزمة السورية ولحالة دوام الاستقرار في عموم سوريا. إنهاء التقسيم يبدأ من النموذج الذي لعب فيه الكرد دورا رياديا، نقصد نموذج الإدارة الذاتية. الكرد ومن معهم من شركائهم التاريخيين العرب والسوريان الأشوريين الأرمن والتركمان، مسلمين مسيحيين إيزيديين، يعني تحولوا من خلال قوات سوريا الديمقراطية إلى رمز عالمي ضد الإرهاب. فكيف تستوي الأوضاع والأمور مع بعض الشخصيات أو مع بعض الجهات حينما يتنطعون ويقولون بأن هذه هي الحلول بالنسبة للكرد؟ وطبعا أغلبهم يرفض أن تكون هناك قضية اسمها القضية الكردية في سوريا، يرفضون حتى مسمى المناطق الكردية. رغم هذا الشيء حقيقة هذا مسألة يستلزم ويلزم دوام النضال السياسي ودوام الحوار بين جميع المكونات، خاصة بالنسبة لي يعني أحزاب اليوم هي تقود مشاريع مثل حزب الاتحاد الديمقراطي وأحزاب أخرى ممكن أن يكون لهم أدوار في نشر هذا الوعي، في رفع وتيرة التنوير بين مختلف أطياف الشعب أو شعب سوريا. سوف يكون هناك يعني فرصة للتعرف على هذه القضية عن قرب، وأن يكون لهم أدوار في حل هذه القضية. هذه من ناحية أخرى حقيقة يعني ما جرى خاصة في الإطار الوطني السوري، يعني
صحيح لم يتم التركيز، ويعني شخصيا قدمت يعني عدة ملاحظات بالنسبة لي على الورقة، أن يتم التذكير مرة أخرى بالنسبة للقرار الدولي 2254. صحيح القرار الدولي في إحدى جوانبه الميكانيزمية أنه حوار بين طرفين، طرف تم إزالته من معارضة وحكومة والنظام، نعم، طرف تم إزالته من المعادلة برمته، طرف النظام الاستبداد البعثي، ولكن مضامين ومقاصد وأهداف القرار يعني مطلوبة حقيقة وحقيقية، ولا يمكن القفز فوقها. أولا فيما يتعلق بهدف القرار الذي يدعو علانية إلى تأسيس نظام ديمقراطي غير طائفي، هذا هو المطلب الملح لجميع السوريين خاصة في هذه اللحظة. النقطة الأخرى يعني حكومة انتقالية بصلاحيات تنفيذية كاملة، حكومة انتقالية كاملة شاملة. نحن أمام حكومة انتقالية تجاوزا سوف نسميها حكومة انتقالية، ولكن هي حكومة انتقالية منقوصة حقيقة، أو حكومة انتقالية غير شاملة. مسألة العدالة الانتقالية حتى هذه اللحظة والمجازر والأحداث المؤسفة والمروعة التي ارتكبت في الساحل السوري في الأسبوع الأول من آذار العام المنصرم أو العام الحالي عفوا، وقبل يومين حتى اليوم في صحنايا وأشرفية صحنايا وجرمانة وبعض مناطق من ريف السويداء الشمالي مثل بلدة أو قرية الصور الكبرى. يعني الكثير من الأمور من التجاوزات والأحداث المروعة نحتاج إلى ميكانيزم لتفعيل آليات العدالة الانتقالية. هذه مسألة مهمة. فيما يتعلق بتشكيل الإعلان الدستوري والدستور الجديد، يعني يجب أن تكون هناك فيما يتعلق بمسألة الحوار الوطني الحقيقي، وليس بالشكل الذي شاهدناه حوار وطني مستعجل جدا ويعني ممارس فيها وملحوظ فيها شكل من أشكال الدوغما حقيقة. نعم. يعني هذه الأمور كلها وردت في الوثيقة السياسية. نحن اليوم نسمع إطراء واضحا وثناء من أحزاب ومن شخصيات سورية معروف لها، يعني شخصيات معروف لها تاريخها ودورها وتأثيرها ونضالها، شخصيات يعني زجت في السجون لعشرات السنين، اليوم تخرج علانية وتكتب بشكل واضح وتدعم هذه الوثيقة بإيجابياتها وتنتقدها في بعض المحلات، وهذه الانتقادات ممكن التوقف عندها وممكن التفاعل معها بشكل إيجابي. إذن نحن أمام ورقة إيجابية، خطوة إيجابية نحو معالجة الانقسام السوري ونحو خطوات نحو الاستقرار السوري، بعكس ما يثار من مسائل رغبوية ومسائل عاطفية ومحاولة خلق فتنة وطائفية في المنطقة. سيد سيهانوك، الوقت دهمنا كثيرا، تجاوزنا الوقت المحدد للبرنامج، ولكن سنعطي دقيقتين ككلمة ختامية في هذه الحلقة، يعني ما تريد أن أو تود أن تقوله بخصوص انعقاد هذا المؤتمر، الآراء والمواقف، التحديات والآمال المستقبلية، يعني بخصوص الكونفرنس بشكل عام. في الحقيقة يعني الكونفرنس لو قدر للجنة التحضيرية أن ترجع التاريخ إلى الوراء وعقدت هذا الكونفرنس مرة أخرى، كان من المهم التوقف عند عدة مسائل. باعتقادي كأحد المدعوين أو أحد الأعضاء الموجودين في الكونفرنس، يعني أن يراعي مسألة الوطنية السورية. كان سيكون بالخطوة أو كانت ستكون بالخطوة النوعية في حال وجدنا سوريين. نحن نتحدث عن القضية الكردية في سوريا، نحن نتحدث عن 14 أو 15 نقطة تتحدث عن الإطار الوطني السوري. يعني نعتقد أنه سوف يكون أو تكون بالخطوة النوعية لو كان هناك حضور يقارب مثلا لنقل 40 إلى 50 من رؤساء أحزاب وقوى وشخصيات سورية داعمة للفكر الديمقراطي، تدعم حلول
التنوع، حلول قضايا التنوع السوري، تدعم حل القضية الكردية. يعني كانت على الأقل أن تحضر كضيوف في بداية الكونفرنس. مسائل أخرى حقيقة تصلنا ملاحظات متعددة بأنه تم تغافل بعض النقاط الأساسية. كان ممكن أن يكون هناك آلة تشغيل تظهر من خلالها شهداء وشهيدات ثورة 19 تموز، شهداء روجافا، شهداء شمال وشرق سوريا من أجل يعني الاستتباب، حالة الأمن، ومن أجل دحر والتصدي لقوى الإرهاب. كان لهذه الصور أن تكون موجودة وأن تكون مرصودة، لأن هذا الجهد الذي يعني كنا أمامه غير منقطع عن النضالات والمكتسبات التي تحققت خلال هذه التضحيات، تضحيات الشهداء. أيضا كان هناك يعني من الممكن أن تكون هناك رموز وطنية كردية سورية قدمت جل حياتها من أجل أن تكون محققة هذه اللحظة، لحظة الوفاق ووحدة الصف الكردي. يعني شخصيات ورؤساء أحزاب يعني مضوا جل حياتهم لأكثر من 50 عاما ووافاهم العمر والمنية. حقيقة هذه الأمور ممكن أن يتم يعني كان يمكن أن يكون لصورها يعني تداركا لهذه المسألة، لأن أي مؤتمر حقيقة له بعدين وشقين، بعد متفق عليه بين اللجنة التحضيرية وبين قوى هذا المؤتمر، وبعد آخر كيف يجب أن يتم النظر إليه، يعني خلق الصورة النمطية وخلق السردية التي تلزم سواء بالبعد الوطني السوري أو البعد الوطني الكردي في سوريا، أو حتى بالنسبة للبعد الوطني الكردستاني. هذه المسائل حقيقة يعني هي بمثابة ملاحظات وانتقادات، يعني ممكن يعني أن نكون جميعنا معنيين بمعالجتها في محطات تشبهها أو مثلها. نعم السيد سيهانو كديبو، ممثل الإدارة الذاتية لبلدان الخليج العربي، نشكرك جزيل الشكر على حضورك اليوم في هذه الحلقة وهذه التفسيرات والتحليلات بخصوص عقد الكونفرنس والآراء والمواقف الدولية المؤيدة وأيضا بعض المواقف المعارضة لعقد هذا الكونفرنس وما تعنيه من الناحية الوطنية ومن الناحية القومية. نشكرك جزيل الشكر على حضورك اليوم. كل الشكر لكم وللسادة المشاهدين في هذه اللفتة الكريمة منكم. شكرا لكم. شكرا لك. وشكر لكم مشاهدينا الكرام على حسن المتابعة. على أمل اللقاء بكم في حلقات لاحقة. إلى اللقاء.